بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوا على رسول الله وسلموا عليه تسليما كبيرا. الجواز حلو ولا وحش؟ سؤال بيتسأل من الأبناء والبنات بتوع اليومين دول. الجواز عمره ما كان وحش. الجواز عفة وطهارة وسكن ورحمة وحب وأخلاق ورجولة وسعادة وحصانة وأجر في الصواب وميزان حسنات لا تعد ولا تحصى، مسؤولية جميلة حقيقي جميلة، وراحة نفسية وراحة جسدية وراحة اجتماعية، يعني عايزة أقول إيه كمان، هي حاجات لا تعد ولا تحصى. اتنين بيشاركوا بعض، بيتنفسوا مع بعض، بيحبوا بعض، بيودوا بعض، بيبنوا أسرة جديدة وجميلة وشيقة، بيت بينبنى جديد. مين اللي ما يفرحش ببيت بينبنى جديد؟ مين اللي ما يفرحش بسعادة وهناء وراحة نفس وراحة بال؟ بس هو هنا المشكلة في الأشخاص مش في الجواز. الراجل يختلف عن الذكر. كلنا واحنا مولودين من بطون أمهاتنا بيتحط لنا النوع، جابت ولد ولا بنت، ذكر ولا أنثى، فكلنا بنبقى أنثى وكلنا بنبقى ذكر لحد ما نوصل لسن معين يتعرف فيه ست شالت مسؤولية وتربت تربية سليمة وصحية، متربية على الدين والإسلام وعلى قواعد ربها وعلى سنن سيدها النبي، وعارفة أمهات المسلمين والمسلمات كانوا بيعملوا إيه، زوجات سيدنا النبي، تمشي على المنهج ده. وراجل هنا تحدد المعنى بقى الذكوري من الرجولي، بتنيه ذكر لحد ما يوصل لمرحلة معينة ويتربى فيها صح ويبقى اسمه راجل. هنا الراجل عن الذكر بيختلف امتى؟ في المواقف والأفعال والأحداث اللي بتحصل في الزمن. فلما يبقى الناس كلها تنفر من الجواز، لا هو مش من الجواز، هو من الأفعال السيئة اللي عملها ذكر وما عرفش يحافظ على بنت ناس وما ترباش صح وما ترباش تربية سليمة وما لقاش راجل صح يعرفه أسس الزواج وأسس الأصول وإزاي يكون ابن ناس ويشيل بنت الناس في عينه ويحترمها ويقدرها. فهنا جه الخلل، كثرة الطلاق والخلع وكلام الناس كتير وعدم حمل الراجل المسؤولية ويرميها على عاتق الست، والست الجدعة اللي بتشيل مسؤولية لما يفوت سن معين وتقعد في العلاقة 15 20 30 سنة وتلاقي نفسها خلاص مش قادرة وتمشي، يقولك لا انت استحملت 30 سنة ما تكملي بقى. هكمل ايه؟ هو الجواز دلوقتي كان باختيار البني آدم، وحتى لو اختاروا العيوب ما بتبانش الا بعد الجواز. فيجي بعد الجواز تبقى لسه داخلة تتفاجئ كان ملاك نازل من السما. انا كلامي للجنسين على فكرة، بس احنا دايما بنتكلم بصيغة الذكر. فهو برضو يدخل في الخطوبة كانت ملك الجمال العالم. المهم الراجل والست يتفاجئوا بعد الجواز ان الحقيقة بتكشف وبتنكشف. الملاك الطاهر اللي كان طاير بجناحات في السماء، الفارس المغوار، لقانا قط بكشك، لقناها بسة، فبتيجي تجري جاري على أهلها، انهضوني أنا اتخميت. الفارس ما طلعش فارس، طلع معاذ، ما عز الله أن يكون. الراجل اللي كان بيدي الهدايا والأحلام الوردية ما طلعش زي ما كان. الراجل اللي بيعاملني بلطف وبيحبني وكان بيخاف عليا وانا ماشيه في الشارع ويرن عليا يصدع دماغي، ما تنزليش ما تطلعيش. الراجل اللي انا
بنت عليه احلام واهداف من طبعه، يعني ما بنتش من خيالها، لان الكل فعل ردة فعل. ما طلعش ده، يوم الاهل يقول لها انت لسه قعدتي، انت لسه عشرتيه. من هنا الخطه الجامده بقى، يعني تبقي لسه متجوزه امبارح وعايزه تطلقي النهارده؟ تبقى انت لسه داخله امبارح والشهر اللي جاي عايزه تمشي؟ لا اله الا الله. ما احنا بنبدا اهو يا جماعه وبنتكلم في البدايات اهو، وبعدين تبتدوا تدوا المسكن لعيالكم. ده انت لسه جديده، ده انت لسه سعيده، ده انت لسه ما كملتيش شهر البصل، ده انت لسه ما عرفتوش على حقيقته. يا جدعان ده كل واحد بيبان على حقيقته من اول يوم. طب انت ما كنتش تعرفي؟ لا ما انا عرفت وبقول اهو. وانت كنتش تعرف؟ ما انا عرفت وبقول اهو. وعاوزه بقى النجده هنا والاستشاره. ده العزال لسه مرصوص، ما هو لما يترص ويتاخد دلوقتي احسن ما يترص 6 7 عيال يتلطموا ويطلعوا غير اسوياء ونرجسيين، والمحاكم تتملى والخلع وهدر الحقوق والمصايب اللي بتجرى. طب ما بتيجي من ايه؟ من التسكين ده. ده اسمه مسكن الكلام ده. والاهل ما بيقفوش الوقفه اللي هي بيبصوا المظهر الاجتماعي، وده خيبتنا احنا في المجتمع، ان بنشتري اراء الناس وما بنشتريش راحه عيالنا واسس ديننا. ظهرت عليه حاجات، ما خلاص ننهضه بقى، ننهض اللبن وسخن قبل ما يفور ويدلدق على البوتاجاز ويبهدل الدنيا، وبعدين نعمل عليه اكلات ويسود، وبعدين يكحط ويصد، وبعدين يجيب واحد يصلحه، وبعدين نيجي نرميه في الشارع في الاخر، ونشهر بقى ببعض ونبهدل بعض. فهل الجواز وحش؟ لا مش وحش، بس هو ده اللي حصل. الجواز عاوز راجل صح، عاوز راجل ماشي على منهج سيدنا النبي، راجل جاي مستوفي الشروط، راجل جاي عارف ازاي يتقي الله فيها، عارف ازاي انها تكون قاعده معززه مكرمه وهو مسؤول عنها ويستلذ بحته زي دي، يدخل يشوفها وهي منوره، نحله قاعده منوره المملكه بتاعتها، يبقى مبسوط وهي مسرحه شعرها، يبقى مبسوط وبيحط لها الفلوس في جيبها، يبقى مبسوط وهي بتعمل له اكله، يخش وراها في المطبخ يدللها ويسعدها ويهزر معاه. وكذلك الامر الواحده برضه، احنا قلنا بقى اهو عشان ما نعيدش الكلام تاني، وبرضه الواحده تعمل كده مع الواحد. الموازنه والمساواه والعدل، واخدها وعارف ايه وهيعمل معاها ايه. لكن عكس ذلك هو ده اللي بيجيب الخلل، وبيخلي العيال كلها اتعقدت، ويخلي البنت تقول انا ما اتجوزت تاني، لان هي شافت ابوها بيعمل كده، شافت ابوها بيهين امها، او شافت امها بتهين ابوها، فبيرفضوا الجواز. لكن هو الجواز وحش؟ مش وحش، هو الشخص اللي بيحل الجواز او بيوحشه. بس هو الجواز ذات نفسه ده حاجه جميله جدا، حاجه جميله ترطايه بشريكها اتنين بيستلذوا بطعمها لما يقسموها الاتنين وياكلوها سوا، مش لما واحد ياخدها ويخلص والتاني يقعد جعان. حد اساء، حد ما فهمش الاصول، حد ما عرفش الايمان ماشي ازاي، حد ما عرفش ازاي يسعد الشخص اللي معاه، حد عرف يدخل يستغله وياخد اللي في ايده ويقلب عليه الترابيزه فيما بعد. فلما يجي الاول المشكله ننهضها احسن ما الكل يتعكي فيه. شويه البنت تحمل، ده انت لسه حامل، تطلب برضو يا جماعه انا بقالي دلوقتي 6 شهور اهوت وتعبانه، وبرضو ده جه الطفل كمان مش راضي عنه، ده كان عاوز وعاوز بقى. لا لا لا، ده لما يجيب الطفل يا نهار ابيض، ده هو اللي هنا واللي هناك. لا 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 لا, لا. ده لما يجيب الطفل هتبقى سواد المسود، سواد الحزن، لانه مش حابب اصلا من الاول. هو الجواب بيبان من عنوانه، معروف ده ايه، 1 2 3 4. بعد منها تقعد لما تحمل، وبعدين تخلف وتولد وترضع، ويجي ما يشيلش برضه معاه حتى في العيل اللي بتجيبه، ولا عاوز ده ولا يقول لك إيه وظيفتها. تبتدي هنا المواهب تبان بقى، مواهب الذكر تبان هنا بقى. شويتين ده بقى معاه عيل، انت هتطلع ومعاك عيل؟ لا اله الا الله. يعملوا لها هايس في عقلها. طب ما هي من اول يوم قالت يا جماعه انا دخلت عليه لقيته 1 2 3. هنا ما وقفتوش واقفه ليه للبيت ولا الولد وقلتوا بس حاسب انت 1 2 3 4، وحطوا الشروط والقواعد تنحط من هنا. فقوم احنا ما فتحناش باب لعيوبه ولا الاخطاء بعد كده، فيقوم العيب الواحد الامر اقتصر عليه يتصلح، يجي من هنا بقى الفرج والسعاده. لكن الطرش اللي هجيبه فيما بعد هيوقفه. لكن هو لقى ان البنت صابره او بتشتكي ومفيش حد بيستوعبها، ويا سلام يا سلام يا سلام لما يلاقي اهلها معاه
ويدوه معلومة كده الله يسامحه، اصبري، ده عقله صغير، وهو ليه ما يكونش عقله كبير؟ فالجواز مش وحش ولا حاجة، الجواز قمة في الجمال، بس زي ما احنا قلنا هو عاوز رشد وعاوز ثوابت وأسس، مش عاوز حد يخش وبعد كده يجرب. والله بعد الجواز ما لقيتش كذا ومش ما لقيتش كذا وطمعنا في كذا وخدنا كذا، وبعد العيل تجيب عيل تاني، وبعد كده يحصل سوء في التربية، يتنيه يهمش فيها ويضايق فيها ويستفزها ويتصوت، بعد ما كانت جاية يا عيني فراشة بتطير في السماء بقت نعجة معجونة في الغم والطين في الأرض، ونرجع نلوم عليها. نكمل إن شاء الله في الحلقات اللي جاية عشان ما نطولش عليكم. كنتم مع هكذا أكون VIP.